بدأ بيع أزهار القنب المعروفة بالحشيشة القانونية القابلة للتدخين في النمسا، والتي تحتوي على نسبة THC لا تتجاوز 3% في متاجر التبغ، مما أثار مخاوف بين متاجر القنب المتخصصة من تهديد وجودها. وتقدر كلفة جرامين من القنب بحوالي 19 يورو. Making it legal, I would support that so that people don't do things illegally. Correct. So it's easy to trace who's buying and not buying, and what is the consumption that you're selling. You need to keep a cap on it. Okay, what is the percentage that you will be giving to an individual? يؤثر تعاطي القنب بمختلف أشكاله على الجهاز العصبي للإنسان، ويرتبط تعاطيه بمشاكل عقلية مرضية مثل القلق واضطرابات المزاج، ومن الصعب التوقف عن تعاطيه. من الناحية الصحية البحتة هو قرار سلبي، ولكن بالنسبة للنمسا والعديد من الدول الأوروبية فتداول نبات القنب موجود على نطاق واسع، وفي عديد من المحال المرخصة في بيع المنتجات اللي بيدخل في تركيبها نبات القنب. لكن طبعا في العالم العربي احنا بنتمسك بفكرة منع المخدرات بكل أشكالها. تتجه دول عدة في أوروبا وأمريكا لشرعنة تجارة القنب وتعاطيه نظراً للأرباح والاستفادة منهم ضريبياً، بعد أن كان سوق الإنترنت أكثر رواجاً لهذه التجارة، حيث حققت أرباح أكثر من 315 مليون دولار هذا العام بحسب الأمم المتحدة. ولا يستغرب هذا الرقم إذا علمنا أن تجارة القنب الهندي وحده حول العالم بلغت أكثر من 48 مليار دولار. رغم إصرار المسؤولين أن القنب يساعد على الاسترخاء ويمكن استخدامه لأغراض طبية، لكن أضراره كثيرة أيضا، واليوم يتجه ليصبح طريقا شرعية للإدمان. رولا محمود، الشرقية نيوز، فيينا.